انتوا عارفين ان عمر الشريف غير ديانته والسبب هو حب حياته؟ اهلا بيكم، انا حبيبه مصطفى في سر جديد من اسرار ابيض واسود. النهارده هنتكلم عن واحد من اعظم نجوم السينما المصريه والعالميه، وهو الفنان عمر الشريف. الناس تعرفه من افلامه العالميه زي لورانس العرب، لكن النهارده هنتكلم عن اسرار في حياته الشخصيه محدش يعرف عنها حاجه. يلا نبدا. عمر الشريف اتولد 10 ابريل 1932 باسم ميشيل شلهوب لعيله لبنانيه الاصل في اسكندريه. دراسته كانت في مدارس اجنبيه، لكنه عشق التمثيل من صغره. المفاجأة بقى إن اللي اكتشفه ودفعه لعالم التمثيل كان المخرج الكبير يوسف شاهين، صديق الطفولة. شاهين هو اللي رشحه لدوره الأول في فيلم صراع في الوادي جنب فاتن حمامة، وده كانت بداية قصة حبهم الكبير. علاقة عمر الشريف بفاتن حمامة كانت أكتر قصص الحب اللي لفت الأنظار السينما المصرية. كان عمر بيحبها جدا لدرجة إنه قرر يعتنق الإسلام علشان يتجوزها. حياتهم كانت مليانة حب، لكن برضه كانت مليانة تحديات، خصوصا لما عمر بدأ يسافر لهوليوود ويغيب فترات طويلة عن مصر. ده كان واحد من الأسباب اللي أدت لانفصالهم بعد 20 سنة جواز. وبعد ما نجح في لورانس العرب، عمر الشريف بقى من أكبر نجوم السينما العالمية. لكن الغريب إن في البداية كان عنده مخاوف كتيرة من دخول هوليوود. كان شايف إن فرصة نجاحه هناك قليلة جدا بسبب إنه عربي، لكن المفاجأة إن دوره في الفيلم خلاه نجم عالمي، وده ما كانوش متوقعينه حتى في مصر. من الحاجات اللي الناس كتير ما تعرفهاش عن عمر الشريف هو هوسه الكبير بالقمار. كان عنده شغف غير عادي بلعبة البريدج، وكان بيلعبها بشكل محترف وشارك في بطولات عالمية كتير. لكن للأسف الهوس ده أثر على حياته المالية والعائلية، وتسبب كمان في إنه يخسر كتير من فلوسه في المراهنات. ورغم إنه كان من أكبر نجوم العالم، لكنه كان بيواجه صعوبات مالية في نهاية حياته بسبب الإدمان ده. عمر الشريف كان بيتكلم أكتر من 5 لغات، منها الإنجليزي والفرنسي والأسباني والإيطالي والعربي، وده كان واحد من الأسباب اللي خلت المنتجين في هوليوود ينجذبوا ليه، لأنه كان قادر يمثل أدوار متنوعة وبلهجات مختلفة. إتقانه اللغات دي كان واحد من أسرار نجاحه في أفلام كتير سواء في أوروبا أو أمريكا. رغم إن عمر الشريف كان نجم عالمي، لكنه في أواخر أيامه فضل يعيش بعيد عن الأضواء. كان بيقضي معظم أوقاته في الفنادق والسفر بين البلاد، ورغم شهرته الواسعة كان بيقول إنه كان وحيد في أوقات كتير. حياته انتهت بهدوء بعد صراع مع مرض الزهايمر في 10 يوليو 2015، وفضل الجمهور المصري والعالمي محتفظ بذكراه كواحد من أكبر نجوم السينما. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة عن أسرار عمر الشريف. ورغم إن الناس عارفينه كنجم عالمي، لكن حياته الشخصية كانت مليانة تفاصيل مش معروفة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، قولوا لنا في الكومنتس عايزين نتكلم عن مين الحلقة الجاية.